ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وبصحة يا رب. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني والله. النهارده بقى هنعمل حاجة كده سريعة يعني كده وعلى الماشي. انا كنت طبعا النهارده كنت هعمل سندوتشات، يعني زهقت الصراحة من كل يوم ان انا اعمل اطبخ او اعمل رز او مكرونة او الكلام ده. فانا الصراحة كان عندي مناب يعني بتاع فراخ، ربع منابي ربع فرخة يعني. فطبعا ولادي كان نفسهم ياكلوا شاورما وفي سندوتشات وكده. فطبعا كان عندي ربع فراخ في التلاجة يعني كنت شايلاه. فمسكته كده قطعته، يعني خليته كده من العظم وقطعته كده زي ما انتوا شايفين حتت صغيرة. هو كان ربع فراخ بس كان كبير شوية يعني. بصوا بقى كده يا حبايبي، قطعته كده زي ما انتوا شايفين وحطيته كده، حطيت شوية زيت في الصينية. نزلت كده بالشاورما بتاعتنا، قلبتها كده شوية. طبعا انا كنت مقطعاها وكنت نقعها كده في شوية فلفل اسود وكمون. وبعد كده نزلت كده طبعا خدت لها صدمة كده في الزيت وقعدت اقلب فيها شوية كده، شوحتها شوية طبعا. وكنت فارمة كمية البصل اللي انتوا شفتوها دي، كنت فرماها يعني في الكبة وكده. فانا رحت بقى ايه يعني، نزلت طبعا كده بشوية توابل، كان كمون فلفل اسود على بعض. وكنت حاطه ورقتين لورا وعود قرفة كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت كده على الشاورما بتاعتنا، قلبت كل ده كده في الزيت. وبعد كده بقى ايه، مسكت البصل اللي انا وريته لكم ده. هي كانت كمية كبيرة، فانت لو عايزة تعملي كمية اقل من كده براحتك عادي، بس انا طبعا كنت عاملة كمية كبيرة عشان كنت هعمل سندوتشات كتير يعني على المنابل اللي انتوا شايفينه ده. بس والله بجد كان طعمه جميل وكانت ريحته جميلة قوي وكان حلو يعني في السندوتشات وكده. بس فانا ما شاء الله يعني فرمت كل كمية البصل اللي انتوا شايفينها دي، فرمتها ناعم كده في الكبة علشان ما تبانش معايا، تبقى الشاورما هي اللي باينة اكتر من البصل يعني. وقلبت كده كله مع بعضه والبصل مع الشاورما. بس اهم حاجة تحطي الشاورما الاول تاخد صدمة معاكي كده في الزيت، وبعد كده انزلي بالبصل بتاعك. ولو عندك فلفل حراق او فلفل الوان هتحطي برضو، بس انا الصراحه ما كانش عندي فلفل فانا عملتها عادي ببصل بس. وما كنتش عايزاها تبقى حراق، انا كان عندي بصل بس حراق، ما رضيتش احط منه عشان خاطر الاولاد وكده يعني. بس كده يا جماعه، وقلبت كده كله طبعا مع بعضه. وطبعا انا كنت حاطه توابل برضو، هزود شويه توابل ومع شويه ملح وهسيبها بقى تستوي على النار براحتها. واهم حاجه ان انت تسيبها تستوي كويس جدا وتتاكدي ان البصل برضو استوى معاكي وكده. هفضل بقى كده كل شويه اسيبها على النار، وهفضل كل شويه هقلبها شويه بشويه. وهبص برضو عليها عشان طبعا الطاسه الصينيه بتاعتك ما تتحرقش من تحت يعني. فيا ريت توطي البوتاجاز شويه، تحط لها يعني ربع كوبايه ميه وهتسيبها تستوي براحتها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا كان عندي 2 همبرجر كده في التلاجة، فطلعتهم وقلت ايه احمرهم يعني جنب الشاورما، واعمل بقى سندوتشات كده، ادلع الاولاد شويه يعني. اعمل لهم سندوتشات شاورما وسندوتشات همبرجر كده يعني مع بعض. فانا بقى كنت طلعت اللي هما الحتتين اللي انتوا شايفينهم دول، حمرتهم طبعا في الزيت وقطعتهم طرنشات كده وهوريهم لكم دلوقتي. والشاورما بتاعنا كده ما شاء الله كده بعد ما استوت، مش عايزه اقول لكم على ريحتها بجد والله كانت جميله جدا. واهم حاجه تعمليها بالطريقه، بس هي كانت ناقصه بس الفلفل. بس انا ما كانش عندي فلفل بارد يعني، ما كانش عندي الا فلفل حامي، فانا ما رضيتش احط عشان الاولاد وكده. انت لو عايزه تحطي فلفل الوان براحتك، عايزه تحطي برضو فلفل حامي براحتك، فهي جميله جدا يعني. ورحت بقى كده مطعماها كده بمعلقه زبده بلدي، حطيتها كده على وشها بعد ما استوت يعني، كانت خلاص قربت ان انا افصل عليها البوتاجاز. فحطيت لها كده معلقه زبده كده على الوش و... وهفصل بقى كده عليها برضو البوتاجاز دلوقتي، وهوريها لكم بقى كده بعد ما استوت خالص. وانا برضو بحطها كده في السندوتشات، مش عايزه اقول لكم كانت ريحتها جباره بجد والله. وعملت كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي ببنات فراخ واحد بس. ايوه انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت الطماطم، معلش. اهم حاجه الطماطم بتاعتك ما تحطهاش الا في الاخر خالص، تاخد بس كده تقلبتين معاكي وتنزليها عشان ما تبقاش طعمها مزز يعني. ما تحطيش الطماطم في الاول، حطي الطماطم في الاخر خالص. وبس كده، وهقلبها كده تقلبتين وهنزلها بقى كده من على النار. و يعني كمية ما شاء الله كانت حلوة ومناسبة. وهي كل ده كنت عاملاه بمناب واحد بس يعني، ما كانش اكتر والله. لو انت عندك مناب فراخ هتعمليها هتعملي كل الكمية اللي انت شايفاها دي بمناب فراخ واحد بس.
وبس وكده. وقفلت بقى كده على البوتاجاز، وكنت حمرت كده بقى قطعتين الهمبرجر اللي معايا طبعا علشان اعمل برضو منهم كمية سندوتشات حلوة. مرضيت يعني قطعتهم كده طرنشات بالطول كده، وعملت برضو منهم سندوتشات حلوة يعني زي ما انتوا شايفين كده. وهقطع بقى كده شوية طماطم في طبق برضو، هرش عليهم شويه ملح وكده. انا عملت باللي عندي يعني باللي موجود، ما اشتريتش حاجه ولا كده، بس منه لله بقى. الراجل بتاع المخبز عندنا بعت ابني يجيب منه شويه كايزر كده، فكان مديهم له بايتين. وطبعا كان الوقت متاخر بالليل، فما كانش ينفع ان انا اروح ارجعهم او انزل ابني تاني يرجعهم، فاضطريت ان انا اعملهم سندوتشات. بس والله الناس يعني ما بقاش عندها ضمير، والله يا جماعه الناس ما بقاش عندها ضمير. يعني انا بعت ابني اجيب من عنده الكايزر ده ان انا اعمل لهم سندوتشات وكده، فانا الصراحه اتصدمت لقيته بايت عنده بقاله كذا يوم. وكنت زي ما انتوا شايفين كده كنت بفتح الواحده، انا فتحته بالعافيه، فكان كله مبرول كده وبايظ كده زي ما انتوا شايفين. بس اضطريت ان انا اعمله وما عرفتش ان انا ارجعه او كده، كان الوقت متاخر وما كنتش ينفع انزل ولا انا ولا او ابني يعني. وبرضو كان يعني كان جوزي برضو يعني اللي هو ما كانش اصلا موجود، فما كانش ينفع ان انا انزل في الوقت ده، فاضطريت ان انا اعمله. ما كانش مديله يا جماعه والله بجد، انا كنت جايبه ب20 جنيه، ما كانش مديله اللي هم 3 اللي هم صابحين على الوش كده، وكان الباقي كله كان مبرول من تحت. وطبعا انا ابني يعني ما كانش كبير قوي علشان ان هو يتاكد منه او يشوفه يعني. بس فانا يعني اضطريت بقى ان انا اعمله ومنه لله. بس فهو كان مبرول كده زي ما انتوا شايفين، فانا حبيت كده اوريكم واحد، بس ده كان صابح شويه وريتهولكوا كده. انا حطيت كده في معلقه شاورما كده، وهحط بقى وقطعتين من الطماطم اللي انا كنت رشه عليها شويه ملح وفلفل اسمر. وبعد كده حطيت بقى قطعتين كده من الهمبرجر وعملت السندوتش بتاعنا كان جميل بجد. يعني حطيت شويه شاورما تحت، وقطعتين طماطم وقطعتين همبرجر كده من على الوش، وده كان شكل السندوتش يعني بتاعنا. طبعا انتي براحتك بقى، عندك جبنة، عندك اي حاجة تاني، عندك خس، اي حاجة تانية عايزة تحطيها براحتك. ودي كانت السندوتشات بتاعتنا بعد ما عملتها كده. وكنت مقطعة كده شوية طماطم جنب السندوتشات برضو عشان في يعني اولادي في بيحبوا الطماطم وفي لا، فانا مرضتش احط في كل السندوتشات طماطم يعني، حطيت كده في شوية وشوية لا. ودي كده شكل السندوتشات بتاعتنا بالهنا والشفا يعني. ولو اول مرة يتفرج على القناة بتاعتي ياريت ما يشترك لي في القناة ويعمل لي كومنت حلو.